بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الصفحة، معكم الدكتور حسن حجيرة. اليوم حبيت نذكركم بأعظم حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أعظم حديث إن لم نقل من بين أعظم الأحاديث التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أنهم كانوا في مسير، وأحد الصحابة لقى طير ومعها زوج فراخ تاعها. واش دار؟ هز الفراخ الزوج هذوك الدهن. الأم هذيك الطير راحت للرسول عليه الصلاة والسلام تخبط في جنحها وتشكيله. واش قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان قادر يقول لهم رجعوها. قال: من أفجع هذه بولدها. مشكون اللي خلعها، مشكون اللي دار لها الرعب أنكم ديتوا لها ولدها، ردوا إليها ولدها. هذا أعظم حديث دلالة على الإنسانية والرحمة والرفق بالحيوان. شوف الكلمات كيفاه مختارة. من أفجع هذه بولدها، ثم درتوا لها الفجعة كي نحيتوا لها ولدها، رد إليها ولدها. هذا أعظم حديث عن الرفق والإحسان إلى الحيوان. شتو الفجعة هذيك؟ تخيلوا أنه في حديقة حيوانات في سطيف يجي حوض تاع الافاعي يكدسوا الصيصان اللي هما الفلالس، يحطوا لهم عرام تاع الصيصان مخبيين مساكن في شوكه. الفيديو راني نخليه لكم في التعليقات. خايفين مرعوبين خوهم او يؤكل، راهم ياكلوا فيه الافاعي والدور قادم عليك. هذا مش رعب؟ هذا راك الرعبتهم في الدين تاعنا احنا. الرعب هذا ممنوع وحرام. انك ديجا الذبيحه كي تذبح الخرفانه لازم يشوفش الموس، لازم يشوفش خوه قدامه يتذبح. راك حتروع وراك حترهب وحتخوف هذا بتشوفوا ديننا احنا كيفاه راهو مليح، ودين السلام، دين الرفق، دين الإنسانية، دين الرحمة. ما كانش كبيرة ولا صغيرة لم يعتني بها الإسلام. المشكل فينا احنا. حديقة كيما هذه تروح ترعب الصيصان، ترعب الحيوانات. المشكل ليس هنا، انه اطفال صغار قاعدين يتفرجوا والافاعي تطاكي في دونك حنا شوفوا في الغرب تلقى المرافقه النفسيه للولاد الصغار. واحد برك يضرب خوه يديروا له مراقبه نفسيه وعلاج نفسي. واحد ابو ام يضربوا مع بعضهم، الطفل يخرج مشوكي، يخرج معقد، يخرج قاتل. احنا مدين ولادهم من حديقه الحيوانات والافاعي تلتهم في الصيصان، والصيصان الاخرى مفزوعه، وانت بنك يتفرج عادي. واش تتوقع منه مستقبلا؟ إبا نصيحتي وعلى راس هذا القطاع السيد وزير الفلاحه انهم يباشروا بحملات تاع مراقبة وتفتيش لحدائق الحيوانات. راهي ما بقاتش حدائق حيوانات، ولات مشاريع فقط، مشاريع مادية مالية. لا يهمهم لا الحيوان لا الإنسانية، ما يهمهم حتى ليديكاسيون، التربية. انك مادام درت حديقة حيوانات من المفروض انك تربي الأطفال، تربي النشء. ديجا نشوفوهم في كل العالم يهزوا الأولاد يديوهم صف هكا زوج ورا زوج ويدخلوا. هذه غزالة، هذه زرافة، هذه كذا، هذا الأسد، أسد الغابة. وانت احنا واش يدير؟ يدخل يتفرج في التعذيب، يدخل يلقى القرد ياكل في السنارية، يدخل يلقى الكركاس، يلقى عطشانين، يلقاهم يتعذبوا، يلقاهم يضربوا فيهم. إبا والله ندائي إلى السيد وزير الفلاحة سيد ياسين فتح المجال لمراقبة هذه المؤسسات والمنشآت. هي ربحية سواء تاع الدولة سواء بريفي، ولكن هي رسالة أيضا، ونحن مسؤولين عليها أمام الله. والفيديو تلقاه في التعليقات تشوفوا حجم الكارثة. هي نقطة تفيض كأس. هذه ما هيش وحدها، هناك وما خفي أعظم. السلام عليكم.